واحدة متابعاني اسمها منى أحمد. والله العظيم لو قعدت 100 سنة بطلع على السوشيال ميديا عمري ما انساها. البت دي كانت بص متخصصة إنها تعمل مشاكل، متخصصة. مع إن انتوا تشوفوها تحسوها بنت صغنونة كده كيوت في حالها من غير ما بتعمل مشاكل. والله العظيم بجد يعني حد كده بجد مؤذي وبتاع مشاكل وعايشة دور الضحية. أنا ما شفتش حد عايش في دور الضحية زيها. مرة قعدت تقول لي اعمل لي مودريتور. عملتها مودريتور. اللايف كان فيه 5 هي و4 تانيين، قامت عامله ميوت لل4، قمت شايلها من المودريتور. قعدت تحاسبن فيا منك لله، هم شتموك يا بنت الناس. ما شتمونيش، ما انا شايف اللايف. من هنا قعدت تزن ومش عارف قمت ايه مرجعها مودريتور. في واحده تانية بتخش اللايف كان اسمها منى احمد برضو كده، معانا 2 منى احمد عاديه ومنى احمد اللي كانت بتاعت مشاكل. منى احمد بقى ايه بتاعت المشاكل دي؟ ايه حطت نقرها من نقر منى احمد. ليه؟ عشان اسمها على نفس الاسم. كل يوم تخش الاقي البت عماله تتخانق معاها من غير سبب. مره واحده الاقي الاتنين بيتخانقوا مع بعض لغايه لما لقيتهم عامله لها ميوت. يا بنت الناس عملت لها ميوت ليه وما انا فاكك الميوت؟ انت بتفك لها الميوت ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، ما تشيلهاش الميوت. لا يا بنتي ما انت اللي غلطت. تقول لي لا هي اللي شتمتني. في مره بقى انا فاتح اللايف وقاعد بقى ايه مركز شوف المشكله هتبدا من مين فيهم. فلقيت البت اللي اسمها منى احمد دي اللي ايه اللي قلت لكم خبيثه كده وتحسها كده ايه طيبه بس هي مش طيبه. عمال اوف والله العظيم عماله في الكومنتات اوف. انا مش فاهمه قسما بالله. قمت انا عامل ايه بقى عشان خاطر ما تعملش ميوت لمنى التانية، لان كل شويه تبقى عامله لها ميوت. عامل منى احمد التانية مودريتور عشان ايه خبطوا في بعض زي ما انتوا عايزين ومحدش يقدر يعمل للتاني ميوت. لقيتها برضه من داخله لي منك لله انت بتنصرها عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. قلت لها بقول لك يا بت تكلع على الله. قلت لها بقول لك ايه مش هشيل لها البتاع وانت اللي غلطانه وانا شايف اللايف ان انت غلطانه. ما بقتش تخش لي اللايف. فانا معايا موبايل التاني، فمره طلعت جوله مع حد فقمت داخل عنده عند اللي انا بلعب معاه من ايميل التاني. فلقيت مين اللي عنده؟ منى احمد دي لقيتها عنده في اللايف. فلقيت الواد بيقول لي ايه، بيقول لي تعرف واحده اسمها منى احمد؟ انا بصراحه عرفان منها. قلت له لا ما اعرفش حد اسمه منى احمد. قال لي طيب وسكت. والبنت اختفت لها بتاع ايه 3-4 ايام. فلقيتها متسمعت لي صورتها بالدبل كده. ده عايزه ايه دي؟ تقول لي فاكر يا كوتش يوم الواد بيقول لك تعرف منى احمد؟ قلت لها ما اعرفهاش. انا بقى كنت مستنيه استلم صور الخطوبه وابعتها لك اتفرج يا كوتش. قامت عامله لي بلوك. طب الله يكون في عونه. اول حاجه ما انت كنت مرميه قدامي. يعني انت فرقت معايا وانت مش مرتبط عشان تفرقي معايا لما ترتبطي ولا تتخطبي. ما انت كنت متلقح. انا كنت عايز اكلمك كنت كلمتك. انا اتخطبت بتغزين. انا على الطلاق انا ما صعبان عليا غير الواد. من فتره اقسم بالله لقيت حد داخل بايت لي على الخاص. انا قليل لما بخش على الخاص. فلقيتها داخلالي والله ما بهزر. بتقول لي ايه يا كوتش عامل ايه ازيك؟ انا منى احمد. انا جاي اقول لك بس ان انا اتجوزت ومبسوطه في حياتي. قامت عامله لي بلوك. يا انا مالي بتدخلي في حياتي. انا مالي منك لله.